والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله الصولي من قناة فريلانس سكول. إن شاء الله النهاردة هنكمل دروس الباوربوينت، والنهاردة هنتكلم عن إدراج الصورة. دي كانت البرزنتيشن اللي كنا احنا شغالين عليها المرات اللي فاتت. فاحنا مثلا لو في برزنتيشن او سلايد زي دي عايزين ندرج صورة زي كده، او نعمل انسيرت للصورة دي في الباوربوينت. نعملها ازاي؟ طيب بص، انا همسح الصوره دي. احنا لو مسحت الصوره دي هتلاقي البرزنتيشن بتاعتك موجود فيها. دي احنا اتكلمنا عليها المرات اللي فاتت. لو ما سمعتش الدروس اللي فاتت فياريت تسمعها، موجوده في الديسكربشن تحت ان شاء الله. احنا كنا اتكلمنا عن هنا التيبل، وهنا الشارت، السمارت ارت، وهنا لو حاجه 3 دي، وهنا ايه الصوره، هنا بيكتشرز، وهنا اونلاين بيكتشرز. انت لو عملت انسرت كده، خلينا بس نعمل كنترول زد نرجع الصوره اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. دي كنت محضر البرزنتيشن دي قبل كده، فخلينا في نيو سلايد. فنيو سلايد هنا بيجيب لك التايتل، وهنا انت ممكن تختار بيكتشر من الجهاز بتاعك هنا. مثلا لو دخلنا على داونلود، مثلا لو اخترنا دي، ادي الصورة اللي انا جايبها من الكمبيوتر بتاعي. هنا ممكن نكتب 5. ممكن احنا بس نعمل هنا تو كونتنت. ده انا عامل سلايد جديدة فيها تو كونتنت يعني. هنا نختار الصورة من الجهاز بتاعنا 5، وهنا الصورة دي هنختارها من اونلاين. نكتب مثلا هنا الربح من الانترنت، وطبعا الصور دي بتيجي اونلاين. فانا مثلا ممكن اختار حاجة زي كده واعمل انسيرت واكبر الصورة. تمام. طيب لو انا عايز اصغر الصورة او اكبرها، طبعا من هنا اصغر، من هنا اكبر، اعمل روتيت. تمام. عايز ارجع الروتيت تاني برجعه. تمام. وهكذا. انا لما بدوس على الصورة عموما بيجيب لي هنا بيكتشر فورمات. البيكتشر فورمات دي انا لو عايز اكبر هنا الطول بيكبر معايا، والويتس بيكبر معايا برضو، الاتنين تلقائيا مع بعض. ليه؟ في اسبيكت ريشيو ما بينهم. الاسبيكت ريشيو دي لو انا عايز افصلها هدوس على العلامة دي. تمام. وهنا لوك اسبيكت ريشيو دي اشيلها. تمام. وهنا ممكن اكبر الطول، ممكن اكبر العرض لوحده، الطول لوحده. تمام. طيب لو انا عايز اروتيت الصورة دي بزاوية معينة، فانا زاوية معينة مش عارف اجيبها كده، ولكن هنا زاوية معينة اعرف اجيبها. لو دوست 3 مثلا اعملها لي 3، لو دوست 30 اعملها لي 30، وهكذا. خليها 0 ارجعها لي زي ما كانت. طيب دي الاسبيكت ريشيو. هنا الكروب، خلاص دي نعملها كلوز. دي الكروب لو انا عايز اقص الصورة دي بشكل معين. تمام. ادوس هنا كروب، ممكن اشيل الراجل ده خالص، ادوس في اي مكان هنا. انا خليت الصورة دي بس. طبعا العنوان ده انا ممكن اشيله، اعلم عليه وادوس ديليت. دوس ديليت. طيب طيب انا عايز ارجع الصورة زي ما كانت. اجي عند بيكتشر فورمات، واجي عند كروب، وهرجع الكروب زي ما كان. ميزة الكروب هنا انه بيحافظ على الصورة. لو انا عايز ارجعها، عايز اسيبها، وهكذا. عايز اسيبها بعد الكروب يعني. طيب هدوس على الصورة هنا تاني. في كروب تاني بس باشكال معينة. يعني ايه اشكال معينة؟ مثلا لو انا عايز اعمل شكل القلب ده مثلا، هنا في شكل قلب بس هنا مش ظاهر قوي. طيب عايز اظهر الكلام ده في بوردر. البوردر ده انا عملت اهي شكل قلب، ومثلا البوردر ده عايز اتحكم في التخانة بتاعته، اشوف التخانة المناسبة. ممكن اخليه كده كده، فكده عمل لي شكل قلب. طيب فده الكروب هنا بالاشكال دي. بختار الشكل اللي يناسبني وايه واعمله في الكروب. طيب هنا الالاين ده يعني بيقول لك يمين شمال. شوف انت المنطقه اللي انت حابب تحطه فيها وايه وتختار.
هنا التوب وهكذا. تمام. ميدل هنا بوتوم تحت خالص يعني، فانت تختار او ممكن تحركه بايدك عادي خالص. بعدين هنا الحاجات دي عبارة عن لاير، يعني طبقة فوق طبقة. طيب مش احنا جبنا دي الطبقة الأولى، لو احنا جبنا دي هتلاقيها الطبقة التانية، فدي فوق دي صح؟ طيب لو أنا عايز أرجع دي ورا فهعمل حاجة هنا ايه، send backward، عشان هما صورتين بعمل send backward فبترجع خطوة لورا. لو أنا عايز لو هما كذا صورة عايز أرجعها في الآخر خالص هعمل ايه، send to back، send to back. تمام. طيب عايز اقدمها، طيب اعمل بيرنج فورورد. تمام. عايز اقدمها خالص لو هما في كذا صوره بيرنج تو فرونت. تمام، لو هما كذا صوره. طيب هنا بقى احنا قلنا البيكتشر بوردر. هنا لو انا عايز في افكتات كده للصوره، لو عايز اعمل لها شادو بشكل معين. هنا الشادو لو انتم ملاحظين في شادو هنا، في شادو مثلا نختار الشادو ده، في شادو هنا من فوق. طيب هنا دي افكتات برضو، لو انا اخترت اي افكت من الحاجات دي بيلغي لي الافكتات اللي انا عملتها هنا في الكروب واللي عملتها في البوردر والكلام ده. فانا عشان ده افكتات جاهزه اصلا، وممكن انزل تحت كده اختار افكت اللي انا هرتاح له. تمام. طيب فانا مثلا هختار مثلا حاجه زي كده مثلا، لا حاجه كده، لا حاجه كده، ماشي. فانا اخترت حاجه زي دي فبيلغي لي اللي فات. تمام. طيب لو انا عايز change picture بختارها من هنا this device، اختار مثلا وليكن دي، اعمل insert. الميزه بقى في ال change picture انها انها بتاخد نفس الستايل البيكتشر القديمه. يعني لو رجعت كده هتلاقي نفس الستايل بتاع البيكتشر القديمه في الصوره الجديده. لو عملت ريست بتشيل لي كل حاجه من الصوره اكني ما عملتش اي حاجه في الصوره. تمام. اعمل كنترول زد، اختار فورمات بيكتشر فورمات، وهنا الكلر. لو انا عايز اعمل كلر كوركشن يعني عايز اغير شكل الصوره، خليها ابيض اسود، خليها مشبعه بالوان معينه، خليها مثلا اسود في ابيض، ابيض في اسود، خليها باهته شويه وهكذا. مثلا خليها ابيض اسود كده مثلا، فانت تشوف الحاجات اللي تريحك. هنا artistic effects، هنا مثلا دي بيكون عبارة عن فلترز كده شكل كرتوني مثلا، حاجة مشوشة كده، فانت بتختار الحاجات اللي ايه تريحك وتكون مناسبة معاك في الصورة. او مثلا اخترنا الشكل ده. هنا الكوريكشن، لو انا عايز اعمل تصحيح للالوان، انا هنا مثلا هعمل ريسيت بيكتشر عشان نشوف حته التصحيح بتاع الالوان دي. شايف هنا الالوان بعمل لها تصحيح، اخليها ايه، يا اما غامقه، فاتحه خالص، فدي خاصه بتصحيح الالوان. هنا ريموف باك جراوند، لو في باك جراوند هنا بشيل الباك جراوند. تمام. واعمل هنا كيب تشينج مثلا، انا شال لي الباك جراوند بتاع الصوره، فهنا مش حلو قوي، خليها زي ما هي، او يعني ما بتكونش accurate يعني، او ما بتكونش دقيقه. ف فكده ايه، احنا عرفنا نعمل insert picture من هنا، insert picture من from الجهاز بتاعي، وهنا من الاونلاين. طيب في طريقه تاني ممكن اعمل insert picture، ممكن تيجي عند insert هنا وتختار picture هنا، يا اما this device يا اما online picture، فانت تشوف اللي يريحك وتختار منه. تمام. وده كان الدرس بتاعنا النهارده، ازاي نعمل insert للبيكتشر بتاعتنا. وان شاء الله يكون درس بسيط وسهل جدا. ولو ما اشتركتش في القناه حتى الان يا ريت تشترك وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.